حبايبي جايه لكم النهارده بحلا تحفه جميل. كل اللي هياكله من ايدكم مش هيصدق ان المكونات اللي انتوا عملتوها دي طلعت الحلا الجميل ده. طعمه وشكله ولا اروع من كده، وكانه جاي من افخم محلات الحلويات وباسعار خرافيه، وهو ما تكلفش حاجه كتير وحاجات ما تخطرش على بالك خالص. طلعت الخيال والجمال ده. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الحلا الجميل الخطير ده طلعناه ازاي. ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي كل اللي احنا عاوزينه في الخطوه الاولى من الحلا اللي احنا هنعملها كوبايه ونص سميد بسبوسه، اللي هو السميد اللي هو الناعم اللي هو ده، اللي هو بدون اي اضافات خالص، معلوش اي حاجه خالص، وكوبايه سكر وكوبايتين ميه. الميه دي احنا هنسخنها. احنا دلوقتي جبنا كسرولة او حله او غويط على النار، وهنولع عليها النار، وهنمسك السكر بقى هنخليها نار متوسطة، وهنحط السكر بتاعنا عليها، ونستنى لما السكر يبدأ ان هو يسيح. بعد كده هنبدأ نقلبه لغاية ما يتكرمل. زي ما احنا شايفين كده السكر بدأ يسيح، وكده احنا خلاص السكر كله داب واتكرمل وبقى اللون الذهبي الفاتح الجميل دوت. انا عشان اعزز الطعم وادي غناوه اكتر هحط كده مكعبين زبده صغيرين كده. ده اختياري، عايزه تحطي حطي، مش عايزه مفيش اي مشكله. انا مقطعه الزبده يعني مكعبات صغيره جدا اهي زي ما احنا شايفين. انا حطيت مكعبين اتنين بس. هبدا ان انا ادوبهم كده في كوبايتين الميه السخنين. هحط كوبايه وكوبايه بعديها، مش هحط كله مره واحده طبعا، وهقلب ونخلي بالنا في بقيه الكوبايه التانية. انا حطيت الكوبايتين كده كلهم، وهقلب لغايه ما الكراميل كله يدوب. خلاص اتأكدنا ان كل حاجة دابت. اللي نجيب بعد كده السميد اهوت، الكوباية ونص سميد، وهنبدأ والنار طبعا هادية مايلة للمتوسطة. هنبدأ ندلق السميد في قلب المية، في قلب الكراميل كده بالمية، ونبدأ ان احنا نقلبه. هنبص نلاقي السميد طبعا السوائل كتير عليه، بس احنا عارفين ان السميد بيتشرب السوائل كلها. وهنكون محضرين بقى الصينية ولا القالب اللي احنا هنصب فيها السميد ده. هناخده بس غلوتين كده لغاية ما يعمل معانا عجينة طرية لينة سهلة في الفرد. نسيت اقول لكم ان انا المفروض في المرحلة دي وبعد ما احط السميد على طول ان احنا بنحط فانيليا، حوالي معلقة كده فانيليا صغيرة. كانت اول خطوة خلاص خلصناها. معلش الكاميرا فصلت مني. دلوقتي احنا قلبنا الخليط هعمله انا في البايركس. فقلبت الخليط فيه اهوت وانا دلوقتي بفرده. ولو تقدري تستحملي السخونية بتاعته عشان يطلع متساوي، بلي ايديكي مية بسيطة وامشي على الوش علشان تسوي. وزي ما احنا شايفين كده دي اول طبقة في الحلة بتاعنا. بعد كده هنبدأ نجهز بقى في الطبقة التانية مع بعض. محتاجين بقى للطبقة التانية هنجيب نفس الكسرولة او اي حاجة غويطة برضو ودوت 4 معالق سكر. السكر على حسب الرغبة، ممكن تقللي ممكن تكتري. دول 4 معالق سكر كبار، عليهم معلقتين كريم شانتيه. تمام. وبعد كده بنحط نص كوباية نشا عليهم. كل دول 4 أو 5 كوبايات مية، من لتر لتر وكوباية يعني. بعد كده بنبدأ ان احنا نضرب فيهم لغاية ما يدوب. طبعا هنستمر في ضربهم على البارد كده لغاية ما نحس ان الخليط كله امتزج ببعضه. بعد كده هنرفعهم على نار برضو متوسطة. وانت الخليط كده داب خلاص على البارد، ورفعناه على نار متوسطة او مايلة للهادية اقل من المتوسطة بحاجة بسيطة. وهنتنينا ان احنا نقلب فيه كده لغاية ما نوصل للقوام المطلوب. وقبل ما نطفي عليه برضو هنحط نقطتين فانيليا.
القوام كده بدأ ان هو يتقل معايا زي ما احنا شايفينه كده، شكله ناعم جدا وكريمي وخطير. فانا خلاص هطفي عليه، بس قبل ما اطفي عليه هحط له حوالي يعني معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة كده، او لو عندك فانيليا بودر مفيش اي مشكلة، بس ما تكتريش من البودر عشان كترها بيمرر في الطعم. كده يعتبر انا خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، الكريمي الناعم ده. فانا هاخده بقى ونصبه مع بعض على الطبقة الاولى. الخليط خلاص خلصناه، وزي ما احنا شايفين كده قوامه الناعم الكريمي، شايفين القوام عامل ازاي. فهبدأ اصبه وهو سخن كده عادي، شايفين القوام نازل عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اصبه على على الطبقة الأولانية كده، نحاول إن احنا نخليه يتوزع بالتساوي في كل جانب من الجوانب كده. كده يعتبر خلاص اتوزع في كل الجوانب زي ما احنا شايفين اهو. من الجنب شايفينه، شايفين اتوزع اهو من الجنب ده، وكمان اتوزع من الجنب ده. خلاص كده انا يعتبر خلصت اول طبقتين، فانا هسيبها لغايه ما تبرد خالص، وبعد كده نعمل مع بعض الطبقه الثالثه، لانها محتاجه ان كل الطبقات تكون بارده جدا عشان ما تسيحش من فوق. فلغايه ما ده يبرد هنعمل بقى الطبقه الثالثه ونحطها مع بعض. هنبدا نعمل مع بعض بقى اخر طبقه. عندنا نص كوبايه كريم شانتيه، تمام. وعندنا كمان معلقتين او 3 جوز الهند، وعليهم معلقتين او 3 سكر على حسب الرغبة، هنحطهم عليهم كده. وكمان عندنا نص كوباية لبن حليب متلج، نص كوباية اللبن الحليب المتلج انا كنت حاطاه في الفريزر. بعد كده بقى هنبدأ الاول قبل ما نضربهم نقلبهم كده في بعض علشان خاطر يمتزجوا قبل الضرب. علشان كده احنا ضربنا بقى الكريمة بالسكر بجوز الهند لغاية ما وصلنا للقوام المطلوب اللي احنا هنحطه فوق الوش على البايركس بتاعنا. وهنبدأ ننزل بالخليط كده، وطبعا لازم نكون متأكدين ان الخليط كله بارد، والطبقه اللي هي بتاعه الكريمه او المهلبيه اللي فوق اللي احنا عملناها الطبقه التانية اللي فوق السميد دي تكون بارده جدا. هنحاول ان احنا نفردها، واحنا مش بنعمل الكريمه يعني سميكه قوي علشان نفردها حلو بسهوله يعني، وما تجرحش معانا الطبقه اللي هي من تحت. نفرد بقى الكريمه حلو. يمكن بقى تحطي فوق الكريمه اي حاجه انت عايزاها او متوفره عندك، تحطي مكسرات، تحطي صوص، تحطي الحاجه اللي انت متاحه عندك. او ما عنديش، بالنسبه لي صوص الكراميل هيبقى مناسب جدا عليها. وزي ما احنا شايفين كده انا عملت الصوص بتاع الكراميل، وعملتها كده عشوائي كده، خطوط عشوائية، وزي ما احنا شايفين النتيجة كده ولا اروع من كده. فهنفتحها مع بعض وندوقها ونشوفها مع بعض. هنقطع بقى مع بعض. شايفين منظر الطبقات عامل ازاي، طبقة السميد مع طبقة اللي هي الكريمة او القشطة او اللي هي المهلبية اللي عاملينها بالنشا، وطبقة الكريم شانتيه من فوق. طبعا شايفين الطعم ولا اروع من كده، تحفة بجد جميلة. لو جربتوها وعجبتكم بجد هتنبهروا بيها، فكل اللي هياكلها من ايدكم هينبهر بيها بصراحة، جميلة. ودي كانت نتيجة حلق البسبوسة اللي من غير فرن ولا من غير شربات ومن غير الكلام ده كله، بخطوات بسيطة جدا. فياريت لو جربتوها عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وده واحد من قلوبكم الجميلة. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.